سينا رجعت تاني لينا. سينا غالية كتير علينا. اليوم تحتفل مصرنا الحبيبة بتحرير سيناء 25 ابريل من كل عام. طبعا سينا هي ارض الفيروز، ارض السلام، ارض الرخاء، ارض المحبة. لماذا نعتز بسيناء كل عام اعزائي الطلبة والطالبات؟ هذه الارض التي شهدت او ارتويت بدمائها شهداء الوطن. طبعا سيناء غالية علينا ورجعت كاملة لينا مع فريق المكتشفون التاريخ لنعرف بلغة الارقام والاعوام اهمية سيناء في حياتنا. طبعا سيناء لم ترجع مرة واحدة، انما مراحل استعادة سيناء بالدماء. اولا بدأت استعادة سيناء بحرب اكتوبر عام 1973، ولم ينتهي الامر عن ذلك الحرب. لا، ظلت اسرائيل مستغلة الظروف العالمية وظلت قاعدة في طابة عايزة تاخدها، يعني طابة برضه. في العام 1977 قام الرئيس السادات محمد انور السادات بمقولة الشهيرة بتاعه: مستعد ان اذهب الى الكنيسة بذاته لاسترجاع سيناء بالسلام. والعالم العربي والعالم اجمع قال: هل هتذهب الى الدولة المعتدية عليك؟ لا، قال لك انا ارض مصر ارض السلام وسوف ناخذ سيناء بالسلام. وبالفعل تم عقد اتفاقية كامب ديفيد عام 1977 بعد ذهاب الرئيس محمد انور السادات وخطابه الشهير في الكنيسة الاسرائيلي عام 1977. ولم تظل الموضوع كذلك. في مفاوضات تمت اسمها مفاوضات طابة عام 1982 قام بها الرئيس محمد حسني مبارك برفع علم على اخر جزء عزيز علينا في سيناء وهو طابة. لذلك نحتفل ب 25 ابريل. شفت المراحل التضحية بدأت من 73 ل 77 ل 82 خروج اخر جندي اسرائيلي في مصرنا الحبيبة. قبل ما نختم بقى هنشوف فريق اكتشف التاريخ وتاريخنا يجمعنا معلومات بالارقام والتاريخ. اتفضل. اسباب حرب اكتوبر. تعالي انت اخر واحد. اتفضل. اسباب حرب اكتوبر: أسباب سياسية مثل عودة شبه جزيرة سيناء. 2. رد الكرامة للجندي المصري. 3. الأخذ بثأر. 4. عودة الأمن والأمان للمصريين. 5. تدمير خط برلين. 6. إعمار سيناء. برافو عليك. دي الأسباب. إحنا دولة بلد سلام أصلا، إنما لو فرضت علينا الحرب هنحارب. نيجي على نافذة أخرى، طابة غالية علينا. استعادة طابة يوم 23 يوليو في عهد الرئيس محمد حسني مبارك. كل دي بالمفاوضات يا ولاد. معلش. كل دي بالمفاوضات التي تمت على السلام. ننتقل إلى نافذة أخرى. تعالى. بناء المستقبل. إعمار سيناء وبناء المدن الجديدة. إقامة المشروعات السياحية. تأمين حدود البلاد. تمام يا جماعة. ديت في الخطوة اللي احنا بنعيشها دلوقتي بناية المستقبل. ننتقل إلى نافذة أخرى. تعالي. اسمها إيه؟ الانتصار العظيم. حققت مصر في حرب اكتوبر انتصار عظيم وتحقيق المستحيل. برافو عليك. والمستحيل ليس مصريا. ننتقل إلى نافذة أخرى. تعالي. سيناء غالية علينا. أنا أحب سيناء أرض فيروز أرض السلام. سيناء غالية علينا. تمام، شكرا. ننتقل إلى نافذة أخرى. مصر بلد السلام. عودة الأمن والاستقرار للمصريين. زيادة الاستثمار والسياحة. تحسين علاقات مصر مع العالم. طبعا بعد الحرب ديت كل عرف مكانة مصر العظيمة. ننتقل إلى نافذة أخرى. طريق السلام. بدأت مصر بعد استعادة بعض أراضي سيناء
في خطوات هامة لاستعادة سيناء، ولذلك من خلال خطوات الفاعلية السلام، حيث بدأت عملية السلام بزيارة تاريخية للرئيس السادات إلى القدس عام 1977 من أجل تحقيق السلام العادل. تمام جدا يا ولاد، دي الزيارة الشهيرة للرئيس السادات. ننتقل في نافذة أخرى بقى مع عزت، ننتقل إلى النافذة الأخيرة معانا. تم عقد مفاوضات قام بديفيد برعاية أمريكية في عام 1978 ميلاديا، وقد وضعت أسس السلام وتم توقيع اتفاقية السلام عام 1979 ميلاديا، وقد نصت على انسحاب إسرائيل بالكامل من سيناء. تمام. وأصبحت بعد من خلال هذه الفترة أصبحت مصر كاملة كلها لينا، وتحيا مصر. وإلى لقاء آخر مع لقاءاتنا التاريخية المعتادة. شكرا جزيلا لحضراتكم.